ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ انا شيماء العدو، ودي قناتي. احنا ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض البلوبيف بطريقه المصانع. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه خالص، ومش هياخد معاكي وقت ولا مجهود، وحاجه كده نظيفه معموله على ايديكي. وعايزه اقول لك الطعم زي بره بالظبط. شايفين شكله هو على النار؟ مش محتاج ولا كلمة. ودلوقتي بقى يا ريت كل اللي حابب يكمل معانا الطريقة والفيديو ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان يوصلكوا كل جديد. ويلا بينا بقى نبدأ في الطريقة. في الشفشق بتاع الخلاط هنضيف كده كوباية من المية وبصلاية متوسطة كده وفصين من التوم. هقطع بقى البصلاية كده علشان اساعد الخلاط، وهضرب بقى البصلاية كده وفصين التوم لغاية لما ينطحنوا كويس جدا مع بعض، وبعد كده هركنهم على جنب. دلوقتي بقى هجيب حلة واحط فيها كده نص كيلو من اللحمة المفرومة وعليها كده قطعتين من الدهن. ودلوقتي بقى هضيف عليهم التوابل: 3 ورقات كده من اللورة، 3 فصوص من الحبهان، ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، نص معلقه صغيره من بهارات اللحمه. بعد كده بقى هضيف الميه ام بصل وتوم على اللحمه كده زي ما انتم شايفين. هي كوبايه ميه واحده بس، ما تزوديش اكتر من كده. يعني مجرد بس ما الميه تغلي كده مع اللحمه هتروحي موطيه على اللحمه كده زي السهريه علشان تستوي في كوبايه الميه. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين اللحمه استوت، وفاضل معايا شويه كده بسيطه من الميه. هنطفي على اللحمه ونسيبها تبرد. وتعالوا بقى نحضر الجيلاتين. معايا كده معلقه كبيره ونص من الجيلاتين، سواء نباتي او حيواني، الاتنين هينفعوا، اهم حاجه يكون حلال. وبعد كده هنضيف عليهم معلقتين كبار من الميه وندخلهم الفرن او الميكروويف لغايه لما يسيحوا، او تقدري تقلبيهم كده في الطبق على عين البوتاجاز. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين حطيت اللحمه كده في الكبه ومعلقتين كبار من السمنه، ويا سلام بقى لو سمنه بلدي. وضفت برده في الكبه كده الجيلاتين اللي ساح معايا كده في الفرن، وحطيت 5 نقط كده من لون الجل الغذائي الاحمر علشان يلون معايا اللحمه زي بتاعه المصانع بالظبط. مش حابه تحطي لون جل غذائي، تقدري تحطي كده قطعه من البنجر اثناء ما اللحمه بتستوي. اهم حاجه بعد ما اللحمه تستوي تتخلصي بقى من فصوص الحبهان وورق اللورا علشان ما يعصلكش معاكي في الكبه، لان احنا كده كده مش عدنا محتاجينهم. اللحمه خدت الطعم وخلاص. ودلوقتي بقى زي ما انتم شايفين بعد ما طحنا اللحمه كده في الكبه ونعمناها وبقت زي بتاعه المصانع بالظبط، هجيب بقى القوالب اللي هحط فيها البلو بيف، وهبتدي ادهنها دهنه كده من الزيت الاول، وبعد كده هفضي فيها. اي قوالب عندك تقدري تفضي فيها. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت في القالب السيليكون ده وفي السلطانيه. وعلشان الخليط ده يتمسك معاكي ويديك القوام اللي انت شايفاه دوت وتقدري تقطعيه بالطريقه ديت، لازم تدخليه التلاجة كده لمده ليله كامله. سبته في التلاجة كده لمده ليله كامله، ودي النتيجه يا جماعه. طلعت القالب والسلطانيه ما شاء الله احلى بولبيف هتجربيه في حياتك، احلى وانضف من بره مليون مره. وبالنسبه بقى لطريقه الحفظ بتاعته، احتفظي بيه في الفريزر، ما ينفعش تحطيه في التلاجة، وده علشان مش عليه اي مواد حافظه زي بتاع بره. دلوقتي بقى تعالوا نجرب كده قطعتين 3 في معلقه كبيره كده من السمنه. دلوقتي بقى انا سخنت معلقه كبيره من السمنه واحط 3 قطع كده زي ما انتم شايفين. مجرد بس ما بنحط في السمنه السخنه بيفك ويسيح معانا زي الجاهز بالظبط. كسري بقى البيض عليه كده في المرحله دي، وحطي بقى شويه من الملح والفلفل الاسمر. كده كده اللحمه مستويه وزي الفل، وبالف هنا بقى للي جرب ويدوق. يا ريت بقى اللي وصل للحته دي من الفيديو ما ينساش يحط اللايك لو حس ان هو استفاد. كان معاكم شيماء العدو على اليوتيوب، مع السلامه.